أهلا يا جماعة. بعد ما تعرفنا في الفيديوهات اللي فاتت على الإليمنتور وشفنا إزاي ممكن تستخدمه في تعديل الصفحات، وشفنا إيه هي الطرق المختلفة اللي ممكن ننشئ بيها صفحات من سكراتش في الإليمنتور، وكنا تعرفنا على طريقتين من الطرق دي. الطريقة الأولانية اللي بتعتمد إن أنا يكون عندي صفحة زي الصفحة المطلوب تصميم زي مثلها، وأحفظها كتمبلت ثم استدعيها في الصفحة الجديدة وأعدل عليها. والطريقة التانية اللي هي بتعتمد إن أنا ما بيكونش عندي أي تصميم وأبدأ أستدعي التصميمات التفصيلية المرفقة مع الإليمنتور لايبرري، وأبدأ أستدعيها وأعدل عليها علشان توصل للشكل بتاعنا. وكنا وصلنا لأن احنا عملنا صفحة زي اللي هي اللي ظاهرة قدامنا دي اللي اسمها ماي كونتاكت. اعتمدنا فيها على إننا نستدعي صفحة مصممة مسبقا ومرفقة مع الإليمنتور لايبرري. هنبدأ النهاردة نشوف الطريقة الثالثة اللي ممكن نستعملها في تصميم الصفحات في الإليمنتور من سكراتش، واللي هي بتعتمد إن أنا يكون عندي صفحة متصممة، وأنا أبدأ أصممها من الأول بدون الاعتماد على أي تمبلت أو أي بلوكس أو أي أو اللايبراري بتاعة الإليمنتور. فأنا مثلا هاخد الصفحة بتاعة الأباوت اللي موجودة عندي في الموقع بتاعي. لو أنا بصيت على صفحة الأباوت، ده الموقع الأصلي بتاعي، دي شكل صفحة الأباوت. أبدأ أنشئ صفحة بنفس الشكل بتاع صفحة الأباوت دي، وأحط فيها البيانات بتاعتي، ولكن أنا أستعير التصميم اللي هم مستعملينه هنا. على أساس إن أنا ما عنديش تصميم معين خاص بيا، فأنا هبدأ أستعير التصميم اللي موجود في الصفحة دي، وأبدأ أنشئ بنفسي خطوة بخطوة. أول حاجة هروح للإليمنتور وابدا انشئ صفحه جديده. هنا هقول له اد نيو بيج، وهسميها ماي اباوت. هنا اجي هنا واسميها ماي اباوت. اروح للبيج سيتنج، هنا اغير الاسم ده واسميه ماي اباوت. كده الصفحه بتاعت الماي اباوت موجوده عندي. الصفحه فاضيه خالص. لو انا بصيت على الاستراكشر مفيش فيها اي حاجه، عشان الصفحه مفيش فيها اي اوبشن لسه، او اي استراكشر او اي جزء او اي سيكشن ممكن يظهر لي في الاستراكشر. انا دلوقتي نبدا بقى نركز نبص في الصفحه اللي موجوده هنا في الاصل. اول جزء فيه هنا ده سيكشن في الاول، فيه هيدنج وفيه تكست. فانا ممكن اجي هنا في الماي اباوت، الغي الماي كونتاكت دي دلوقتي. انا اروح في الماي اباوت في الاليمنتور، وابدا اضيف سيكشن. هضيف سيكشن ازاي؟ ان انا هقول له بلس وسيكشن. هضيف سيكشن بوان كولون بالشكل السيمبل ده. فهنا فعلا اضافني سيكشن. السيكشن ده اوتوماتيك فيه كولون واحد، زي ما قلنا لازم اي سيكشن بيبقى جواه كولون. كده احنا اضفنا السيكشن الاولاني. السيكشن الاولاني فيه عندنا جزء فيه هيدنج، فيه جزء فيه تكست اديتور، وبعد كده في هنا انر سيكشن فيه 3 كولون. فنبدأ نظبط السيكشن الاولاني بتاعنا ده. نحط اول حاجة نروح للكولون ونضيف فيه هيدنج، وبعد كده نضيف فيه التكست اديتور، وبعد كده نضيف فيه انر سيكشن اللي هو اللي هنحط فيه التلاتة. يبقى الهيدر والتكست اديتور دول اللي هم اللي خاصين بالجزء اللي فوق، وبعد كده هنعمل انر سيكشن في التلاتة كولونز اللي موجودين دول. نلاحظ ان التلاتة كولون دول مش بنفس العرض. يعني هنا مثلا هنلاقي ده واخد النص تقريبا 50%، وده مثلا واخد 20%، وده واخد 30%. نبدأ هنا نضيف الانر سيكشن، نروح للكولون نفسه علشان نضيف الانر سيكشن داخل السيكشن الاولاني. فنروح هنا ونقول له بلس انر سيكشن. اوتوماتيك بيضيف لي الانر سيكشن في 2 كولونز. انا بالنسبه لي 2 كولونز ده مش مناسب، عشان كده عايزاه يبقى 3 كولونز. فبعمل ايه؟ بروح لاي كولون منهم وبدوس كليك يمين وبقول له اد نيو كولون. فكده بقى عملهم لي زي ما احنا شايفين 3 كولون. بس ال3 كولون دول متساويين في العرض، يعني هو قسم لي المساحة كلها على 3 كولون متساويين في العرض. انا دي مش الكيس اللي انا عايزاها. انا الكيس اللي انا عايزاها ان يبقى الكولون ده سي 20، الكولون ده سي 30. فباجي هنا عايزة اعدل في السايز بتاع الكولون ده، فباجي هنا ادوس على الكولون
edit colon، وباجي هنا في الكولون ويتس اقول له ده سي مثلا هيبقى 30%. هو طبعا دي بالبرسنتج فهيبقى 30%. هاجي في الكولون التاني وادوس عليه برضو edit colon واخليه 20. بقى ده 20%. هنا اوتوماتيك هلاقي ده بقى 50، لان هو بياخد المساحة وبيقسمها زي ما انا بطلبها منه. في الاول كانوا متساويين، اول ما قلت له ده 30 وده 20، فالاخير ده اللي هيتفضل هيبقوا 50، فيقوم حطهم في ال 50 لو انا زي ما انا عايزة، اللي هو 49 و45% اللي هي تقريبا 50. يبقى هنا كده هو انا قدرت اعدل في الشكل الانر سيكشن بتاعي بان انا زودت له كولون جديد، وقدرت اتحكم في عروض الكولونز بتاعتي بحيث ان انا عايزه واحد عريض، واحد اقل عرض، واحد عرضه اكبر من الباقيين. فبتحكم في العرض بتاع كل كولون عندي عن طريق الكولون ويتس، بحط له النسبه اللي انا عايزاها. دلوقتي انا في الكولون الاولاني لو جينا هنا بصينا في الصفحه الاصليه بتاعتي، هلاقي الكولون الاولاني ده مفيش فيه غير عباره الهيدر اللي فيها about me. الكولون التاني فيه image، الكولون التالت فيه تو heading. نبدأ بيهم واحد واحد كده، نروح للكولون الأولاني وهنا هقول له بلس heading. الكولون التاني هدوس على الايديت كولون واقول له بلس image. اروح للكولون الثالث وادوس عليه واقول له بلس هيدنج. في عندي تو هيدنج، ده هيدنج تاني وهيدنج، وادوس تاني واقول له بلس برضو هيدنج تاني، هيحطه لي تحت الهيدنج الاولاني. الهيدنج التاني ده مختلف عن الهيدنج الاولاني، فاحنا هننسقهم دلوقتي ونشوف ازاي ممكن نظبطهم زي الصفحه الاصليه بتاعتي. نبدا نعدل بقى في الشغل بتاعنا. هنا نروح للهيدنج اللي فوق ده ونبدا نعدله. هنا نكتب العنوان بتاع الصفحه بتاعتنا اللي هي ماي about. وهنا نبدا نعدل في التكست ده this is my about information. نبدأ هنا. دي كان الهيدر ده كان مكتوب فيه about us. عايزة أنسقه زي اللي موجود هناك. هو كان هناك ده خفيف قوي، ممكن عايزة أنسقه أخليه خفيف. وممكن أتحكم هنا من السايز بتاعه. ممكن قلنا H1 ده أكبر حاجة. كل ما بنزل كل ما ال H بيزيد، كل ما الحجم بتاع الفونت بيقل. لو انا قلت له H6 مثلا هلاقيه بنفس الشكل بتاع الهيدنج اللي موجود هنا. هنا ممكن اتحكم في الايمج، فبدوس على القلم وببدأ اغير الايمج واحط ايمج تخصني، وليكن الايمج دي. هنا نبدأ نشوف هو الجزء الاخير ده كان كاتب فيه ايه. ممكن ناخد الجزء ده زي ما هو ونحطه هنا. هنا حط لي نفس التكست بنفس الفورمات بتاعته. عايزة مثلا برضو الجزء اللي تحت ده كان مكتوب فيه ايه، ممكن ناخده زي ما هو ده. هم دول هنا كمان ثلاثة، يعني فيه اتنين هيدنج وفيه هنا كمان كلام شرح مفصل. ممكن احطه بالتكست اديتور. يعني انا ممكن هنا اجي اخد الجزء ده الاول، فانا ممكن اجي هنا واحط التكست اللي انا عملت له كوبي، وباجي هنا واقوم عامله له بس بعمله بالشكل ده. برضو بتحكم فيه. ممكن اصغر السايز بتاعه شوية، مثلا اخليه H6 فيبقى بالمنظر ده. عايزة اكبره شوية اخليه H3 مثلا، يبقى اخليه H4 يبقى بالمنظر ده تقريبا، يبقى قريب من اللي موجود هنا. في عندي بعد كده بعد الجزء بتاع الهيدنج ده في جزء فيه شرح اكتر بالتفاصيل. ده ممكن اخليه بالباراجراف، بالفونت بتاع الباراجراف. لو انا اخدت جزء منه هنا برضو كوبي وجيت هنا وعملت insert او قلت له بلس، هنا هقول له تكست اديتور. حطه لي بالفونت بتاع التكست اديتور اللي هو الفونت الصغير، وهحط هنا التكست اللي انا عملت له كوبي. طبعا اي تكست انا عايزه احطه ممكن احطه وانسقه بالطريقه اللي انا عايزاها.
يبقى انا كده عندي الجزء الاولاني هنا بقى بالمنظر ده. طبعا هو مهم ان انا لو انا عايزه امشي بنفس الستايل بتاع الصفحه الاصليه، فهنا كانت الصوره طويله شويه، فانا احاول اجيب صوره تكون طويله مش عريضه. فاغير الصوره بتاعتي دي، ممكن اقول له choose image واخلي صورة تكون جاية بالطول، يعني مثلا سي صورة زي دي، فتكون مناسبة اكتر لشكل الانر سيكشن بتاعي اللي انا حاطاه. ده بالنسبة للجزء بتاع الانر سيكشن الاولاني. نشوف الجزء الثاني في الصفحة بتاعتنا. الجزء الثاني دي في هنا في انر سيكشن، في هنا سيكشن تاني في 3 انر سيكشن. ده اول انر سيكشن في الارتستيك باك جراوند، وبعد كده انر سيكشن تاني في وات اي دو، وفي انر سيكشن تالت بتاع الكونتاكت انفورميشن، واللي ده قلنا ان هو ممكن ناخده زي ما هو من التمبلت اللي موجودة عندنا. نبدأ نشوف التوز الانر سيكشن اللي موجودين عندنا، ونشوف ازاي ممكن نبدأ ننسقهم بحيث ان هم يبقوا زي اللي موجودين في الصفحة دي. هبدأ هنا اضيف سيكشن جديد، برضو هضيف سيكشن من كولون واحد، وهحاول اروح للكولون واقول له حط لي اول انر سيكشن. اول انر سيكشن ده عباره عن، هو هنا 2 كولون، لكن هو كان في الصفحه الاساسيه عباره عن 3 كولون، فانا هعدله واخليه 3 كولون. اروح لاي كولون منهم واقول له اد نيو كولون، فبقوا 3 كولون. السايز بتاعتهم برضو هنخليها سي 25 25 و50. فممكن هنا نخلي ده السايز بتاعه او البيتس بتاعه 25 وده 25. هنلاقي ده برضو اوتوماتيك بقى ال50 او ال49 وكسر. فكده بقى عندي ال3 كولون اللي موجودين. اول كولون هنا كان فيه ايه؟ تاني كولون ده كان فيه ايمج، واول كولون كان فيه الهيدر. وهنا ممكن نبدأ ندوس على الكولون ونقول له بلس هيدر هيدنج. الهيدنج كان مكتوب فيه ايه؟ artistic background، فنيجي هنا ونقول له ده كان مكتوب فيه الارتستيك باك جراوند. برضو عايزة اتحكم في السايز بتاعه، سي هقول له H6 فيديني السايز بتاع الصفحة الأصلية. ده كان فيها هيدر وتكست اديتور، فممكن هنا نيجي نقول له بلس. في عندي حاجة اسمها ايمج بوكس. ايمج بوكس دي بتديني فرصة ان انا ادخل تايتل وتحته ديسكريبشن في نفس الايقونة. فانا هدوس هشوف الايمج بوكس دي وابدأ احطها هنا. بيقول لي التايتل بتاعها ايه. انا مش هحط ايمج، فانا هشيل الجزء بتاع الايمج ده، هقول له ريموف، ممكن اشيله من هنا بالريموف. والتايتل بتاعي هو التايتل كان هنا اسمه ايه، اخد التايتل زي ما هو واحطه عندي هنا. وبرضو ابدا اتحكم في السايز بتاعه. التيبوجرافي السايز مثلا هخليه 20، يبقى بالمنظر ده. اجي برضو الجزء بتاع الكونتنت او الجزء بتاع الباراجراف او الجزء بتاع التكست اللي مرفق بيه، انا هاخده برضو كوبي من هنا. ممكن ما اخدش كله، اخد الجزء اللي هي في الاول ده بس، واقوم حاطاه عندي هنا. طبعا انا ما بحطش تكست جديد. انت طبعا اي واحد بيعمل الموقع بيشوف ايه التكست المناسب ليه وبيبدأ يشوف يحطه في المكان المناسب. يبقى احنا كده اخدنا اول 2 كولونز من هنا. الكولونز التالت ده كان في الايمج. ابدا ادور على ايمج مناسبه ليا. الايمج هنا مناسبه ان هي تبقى ايمج بالعرض مش بالطول، فيعني الايمج اللي هي كانت هنا حطيناها بالطول، الايمج اللي هنا تكون بالعرض تكون مناسبه اكتر. فباجي هنا واقول له بلس ايمج، واجي هنا اقول له تشوز الايمج. نشوف ايمج ولتكن الايمج دي. كده عملنا اول انر سيكشن في السيكشن التاني اللي هو في الارتستيك باك جراوند. لو احنا نحب دلوقتي ممكن برضو نغير اسامي السيكشن. لو انا دلوقتي عندي نبدأ نشوف الاستراكشر بتاعنا، نشوف السيكشن اللي موجودة عندنا ايه. هلاقي عندي سيكشن وسيكشن، ابدأ اغيرهم. اول سيكشن ده كان بيعبر عن ايه؟ كان بيعبر عن ال about us. ممكن ابدأ اغير اسمه واقول له about us. وتاني سيكشن كان بيعبر عن الباك جراوند، اغير اسمه واسميه باك جراوند.
فكده انا بقى عندي تو سيكشنز، كل واحد منهم ليه اسمه منفصل معبر عن السيكشن نفسه والكونتنتس بتاعت السيكشن. الباك جراوند سيكشن ده في اول حاجه فيه اللي هو الانر سيكشن الاولاني. ده اول انر سيكشن، الانر سيكشن الاولاني اللي هو ده. نبدا نحط فيه انر سيكشن تاني. علشان نحط فيه انر سيكشن تاني ده انا بروح للكولون اللي في الاول خالص، الكولون اللي تحت السيكشن نفسه اللي هو الكولون الكبير ده، وببدا اقول له بلس انر سيكشن. فيبدأ يحط لي انر سيكشن تحت السيكشن الكبير، مش تحت الانر سيكشن. يبقاش انر سيكشن جوه انر سيكشن، لكن انا عايزه تو انر سيكشن تحت السيكشن اللي اسمه باك جراوند. وانا واقفه برضو كده ممكن اقول له بلس انر سيكشن تالت. يبقى انا عندي هنا اتنين انر سيكشن انا ممكن ابدا استعمله. وانا واقفه برضو على نفس الكولون الكبير ممكن اقول له برضو بلس انر سيكشن تالت. يبقى انا عندي هنا اتنين انترسكشن لسه هبدأ اظبط فيهم. نشوف الانترسكشن الاولاني ده كان فيه ايه، اللي هو هيبقى هنا. نبدأ نشوف كان فيه ايه. ده كان فيه هنا هيدر، في هنا هيدنج برضو بس بمواصفات مختلفة. وفي هنا والجزء الثالث ده فيه التوجل اللي هنشوف ازاي احنا كنا بصينا عليه في الهوم بيج بيشتغل ازاي، بس هنشوفه بالتفصيل دلوقتي ازاي ممكن نستعمله. نبدأ نظبط الانر سيكشن بتاعنا. برضو نزود له كولون علشان يبقوا 3 كولون. هنروح على الانر سيكشن التاني ونزود له كولون، اد نيو كولون. فبقى عندي هنا هنروح على الانر سيكشن التاني ونزود له كولون ونقول له اد نيو كولون. فبقى عندي هنا 3 كولون فيه. ال3 كولون متساويين. أم يعني برضو ده كان 50 وممكن نقول ده 25 وده 25. فممكن نروح لده ونقول له السايز بتاعه خليه 25، ونروح لده برضو ونخلي السايز بتاعه 25. هنلاقي ان اوتوماتيك ده اخد ال50 الباقيين. ده كان فيه هيدر. فهروح هاجي ادوس على الكولون ده واقول له بلس هيدنج. فحط لي الهيدر هنا. الهيدر هنا كان فيه ايه؟ وات اي دو. اجي هنا هقول له وات اي دو. برضو هتحكم في السايز بتاع الهيدر بتاعي. هقول له اتش 6. بقى بالمنظر ده. هنا هيدر تاني. فبدوس على الكولون ده واقول له بلس هيدنج. الهيدنج التاني ده كان فيه التكست ده، فباجي اخده زي ما هو وبحطه هنا. وابدا اتحكم برضو في السايز بتاعه. ممكن اخليه برضو 5. يبقى انا خليته 5 بقى مناسب للمكان بتاعه او للبعد بتاع الكولون بتاعه. الكولون الاخير بقى ده كان فيه ايه؟ كان فيه التوجل. فباجي هنا واقول له بروح بدوس لازم على الكولون. لو انا مش عارفه ادوس على الكولون فباجي اعمل كليك في المكان ده واقول وادوس على كليك يمين اقول له اديت كولون. فاديت كولون هنا واقول له بلس. وهنا بدور على حاجه اسمها توجل. فبيجيب لي الاوبشن بتاع التوجل اللي هو بالمنظر ده. هنا انا اول حاجه في الاوبشن ده في حاجه اسمها كاستم بورتري. احنا قلنا التوجل ده اللي هو بيبقى عباره عن مجموعه من التايتلز تحت. ما بتظهرش غير التايتل بس في الشكل الطبيعي بتاع الصفحه، لكن كل تايتل من دول بيحتوي على تكست تحته. اقدر اشوف التكست ده او اخفيه بمجرد الدوس على الارو اللي موجود جنب التايتل ده. فكل تايتل من دول جواه تكست. فانا بتحكم اظهره او اخفيه. وده طبعا بيسهل، يعني بتخلي لي الصفحه شكلها منتظم اكتر وبتكون مفهومه اكتر للزائر بتاع الصفحه. فانا دلوقتي عندي التوجلز دي اقدر اخد التايتلز بتاعتها واقدر احطها عندي في السايت بتاعي. اول توجل فيهم اول ايكون فيهم كانت الكاستم بورتري بينتنج. فانا هاجي هنا واقول له اعدل على دي واقول له كاستم بورتري بينتنج. هنا هو مش اقدر بقى اعدل على طبعا الكلام اللي مكتوب هنا. او ممكن اخد نفس الكلام ده وابدا اعمل له كوبي واحطه هنا واغير في الفورمات بتاعته بحيث ان هي تكون باراجراف. يبقى الفورمات بتاعت التكست تكون باراجراف
والفورمات بتاعت التوجن نفسه او التايتل بتاع التوجن نفسه تكون في الهيدنج، بحيث ان هي دي تكون خفيفة ودي تكون تقيلة. نشوف اللي بعده. اللي بعده كان ايه؟ اللي بعده كان abstract art. اجي هنا واقول له abstract art. هي دي ده الابستراكت ارت، وده ودي التكست او الديسكريبشن اللي موجوده تحتها. طبعا انا برضو ممكن اجي الغي ده واقول له ابستراكت ارت، وتبقى دي بالفونت الصغير ودي بالفونت العريض. نشوف التوجل اللي بعد كده. تالت واحده كان اسمها ايه؟ لاندسكيب بينتنج. هنيجي ندوس عليها، ومن التايتل نقول له لاندسكيب بينتنج. وممكن نلغي ده كله ونقول له برضو لاندسكيب بينتنج، وهي واخده هنا الفونت بتاع الباراجراف. ممكن نكتفي بالقدر ده، ممكن نزود حاجه كمان لو احنا عايزين. ستيل لايف بينتنج ممكن نحطها. عايزه اضيف واحده جديده، فباجي هنا اد ايتم، التوجل تايتل ستيل لايف، وهنا الديسكريبشن برضو ستيل لايف. يبقى هنا دلوقتي عندي الاربعه توجل دول. ما كانش ليهم هيدر، ما كانش ليهم هيدر، هم موجودين كده بدون هيدر. يبقى هو ده التوجل بتاعي، بحيث ان انا لما باجي اعمل اي فيو للصفحه بتاعتي، ممكن اقدر اشوف الحاجات دي بالتفصيل او بالمختصر على حسب ما انا عايزه. كده انا برضو ممكن اقدر اتحكم في شكل التوجل دي وفي التنسيق بتاعها. يعني الاسهم دي انا ممكن ابدا اتحكم في شكلها عن طريق الايكون دي. الاوبشن بتاع ايكون ده، لو انا جيت هنا ممكن مثلا اختار شكل تاني. لو انا قلت له الشكل ده واقول له insert، فيديني شكل مختلف عن الشكل اللي موجود. او ممكن برضو اتحكم في مكانها، ده بيبقى عن طريق الستايل. لو انا رحت على الستايل بيقول لي، لو انا قلت له الايكون بيقول لي انت عايزه تعمل ليها الاينمنت ليفت ولا رايت. هي دلوقتي معمول لها ليفت، لو انا قلت له رايت فممكن يبدا يعملها بالشكل ده. بحيث ان هي تبقى كده وكده او كده، زي ما انا عايزه. طبعا ببدا اتحكم فيها، ببدا اتحكم في الكلر بتاعها، في المسافات بتاعتها، واشوف انا عايزه انسقها باي شكل. ده كان الجزء بتاع الايكون. لو احنا شفنا الجزء الاخير ده كان فيه الكونتاكت. الجزء الاخير ده فيه كونتاكت، واحنا قلنا ان احنا عندنا كان اوبشن الكونتاكت او البلوك بتاع الكونتاكت ده كان موجود عندنا في التمبلت بتاعتنا. فلو انا دلوقتي جيت قلت له من هنا آه، ادوس على الجزء بتاع التمبلت، ومن هنا هلاقي الجزء بتاع الماي كونتاكت ده، ماي كونتاكت تمبلت، واقول له انسرت وابلاي، فيحط لي البلوك بتاع الكونتاكتس اللي انا كنت مظبطاه قبل كده، بحيث ان انا ممكن احطه في اي صفحه انا محتاجاه. كده حط لي البلوك بتاع الكونتاكت موجود عندي. ابدا بقى، خلاص كده انا خلصت الصفحه بتاعتي، حطيت فيها كل الحاجات اللي انا عايزاها. ابدا انسق الجزء الاولاني بتاعي ده ماهوش متنسق، فممكن اجي هنا واعمل له واخليه يبقى سنتر. وبرده ده، وبرده التكست اديتور ده اخليه سنتر، الستايل، واقول له سنتر. يبقى ده الجزء الاولاني كده. اوكي، اقول له ببلش. ابدا اشوف الصفحه بتاعتي بقت بالمنظر ده. وبكده اكون وصلت للي انا عايزاه، وان انا انشأت صفحة جديدة من سكراتش بأي تصميم انا عايزاه. انا بصيت على تصميم اوريدي موجود، وبدأت اعمل تصميم للصفحة بتاعتي زي التصميم اللي كان موجود بالظبط. وطبعا انا بقى وانا شغالة بلاقي في حاجات عايزة اعدل فيها، ممكن اعدل فيها زي ما انا عايزة. دي كانت الطرق المختلفة اللي احنا ممكن نستعمل فيها الاليمنتور عشان ننشئ صفحة من سكراتش في السايت بتاعنا. يا ريت الموضوع يكون كان فيه مفيد بالنسبة لكم، ويكون كان فيه معلومة جديدة وتكونوا استفدتوا منه. وشكرا، إلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله. سلام.